حكم القناع اللي اخترتيه لنفسك في أول الحلقة، فاكراه؟ أنا؟ لا يا أختي. قناعك الصامت شايل لك حكم. يا ساتر يا رب. الحكم ده سؤال على كارت جنبك هتقريه بينك وبين نفسك، خليها على الله. وتقولي عايزة تتسألي السؤال ده وتجاوبي عليه ولا ترضي بحكم تاني للقناع. يلا بينا. ما بحبش انا الحاجات دي خالص. انت هتقريه بينك وبين نفسك اهو. انت اللي هتقرري كده وكده وشاعة يعني. لو مش عايزة الحكم ده في حكم تاني. يا ريت. لا مش عايزه اسال السؤال. مش عايزة تفكرك بحاجات مش لطيفة. دي حقيقة. معلش بس خلاص انت اهو اتصرفت يعني. يمكن غلطت في حق نفسي كتير، بس انا بدات اتدارك ده دلوقتي. يعني بدات اقول لا، كفايه ستوب. أصل ربنا يكفيك بقى شر دماغ الستات لما تشتغل. اعترفي لي بغلطة في حق نفسك ما سامحتيش نفسك عليها. ما تغيريش الموضوع. بتاسف لنفسي ان انا ساعات كنت متسامحه. انا بس مش عايزه اذكر مواقف. الله يلعن أبو الفقر. على فكرة يا أستاذ، أنا لولا الحوجة ما كنتش جيت هنا النهاردة. كنت متسامحه في حاجات ما كانش ينفع اتسامح فيها. بتاسف لنفسي لانه في وقت من الاوقات اديت كتير قوي وما خدتش، ولما طلبت ما كنتش بطلب، ولما طلبت قد اللي اديته ما خدتش برضه. معلش يا خالتي. لا زعلانة قوي كمان. طلبتي من مين وما اداكيش؟ لا يعني صديق، قريب، صديق، حبيب، صديق. طلع بقى الحمد لله نصاب ونتن وما تقلعوش من رجلك. لما احتجتي ما لقيتيش. فانا بتاسف لنفسي ان انا عملت كده في يوم من الايام، ان انا ضحيت ووقفت وكنت سند وباكينج وانا سدادة. بس هقول لك على حاجه يا منى، ما ضاعش. لا ما ضاعش. بيرجع لك. لقيت اللي بيقف في ظهري ويسندني ويقويني. واعرف اشكلك زي ما انا عايزه. والنبي شكليني براحتك. انا اديت منى ومنى ما ادتنيش، بس جالي لام وعين وسين ادوني وقفوا جنبي. بهدلت انت جامد اليومين اللي فاتوا دول. لا لعلمك انا متعوده على البهدله. خلاص. وكان قدر منى انها تكشف وتتعرف لصالحك ولمصلحه نفسك. بالظبط. حلو قوي. الفنانه الجميله روجينا، نورتيني، استمتعت جدا جدا بالحوار معاكي. انا اللي استمتعت وانا اللي بشكرك جدا، وانا مش مصدقه ان الحلقه خلصت. الحمد لله انها عدت.